السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. موضوعنا اليوم عن قضية الدكتور ولاء زايد وإصدار النيابة العامة بيان عاجل. وللأسف كان نفسنا نسمع خبر كويس، ولكن للأسف النيابة العامة قالت إيه؟ هنعرف دلوقتي كل التفاصيل، بس الأول نصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. النيابة العامة أصدرت بيان عاجل في قضية الدكتور ولاء زايد، والبيان زي ما انتم شايفين قدامكم. أمر المستشار بإحالة 7 من المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة لاستخدام العنف ضد المجني عليه بقصد ترهيبه والهجوم على منزله واستعراضهم للقوة وإرغام المجني عليه على تطليق زوجته الثانية واستخدام العنف والترهيب للمجني عليه، ولكن زوال شبه القتل العمدي للمتهمين لعدم توفير الأدلة على ذلك، وأقوال الشهود كانت مرسلة وليست لها دليل قطعي على أنهم كانوا قاصدين يقتلوه، وعدم تورط المتهمين في قتل الدكتور ولاء زايد. ده كان قرار النيابة العامة. يعني أنا مش عارفة أقول إيه حقيقي. يعني الواحد كان منتظر أن النيابة العامة تجيب حق دكتور ولاء، ولكن ما نقدرش نتكلم وما نقدرش نعيب، لأني اللي حصل بصراحة، وأنا لسه ما زلت بقول إن الخطأ الأساسي من مباحث قسم حلوان. التقرير راح من مباحث شرطة حلوان، راح للنيابة على أساس انتحار مش قتل. وده من اللي كتبه ومن اللي قاله رئيس مباحث قسم حلوان، وهو حاليا اتنقل من مكانه. ولكن مين هيجيب لنا حق الدكتور ولاء زايد؟ ضاعت القضية وضاع حق. هل ممكن نسمع ان حق الدكتور ولاء قدرت تاخده والدته؟ الله أعلم. لكن للأسف قرار النيابة كان صادم بالنسبة للجميع، وقال إيه؟ تهمة عنف وبلطجة فقط لا غير. طب ما هالعنف والبلطجة لو احنا اتكلمنا انها تهمة عنف وبلطجة وترهيب زي ما النيابة قالت، اخرتها ايه؟ ما هو ادت لموته. ولكن النيابة قالت لا، ما كانوش متعمدين انهم يموتوه. الله اعلم ليه النيابة قالت كده، ولكن ما نقدرش نقول حاجة. هل نلوم النيابة ولا نلوم قسم شرطة حلوان اللي كتب التقرير؟ وزي ما قلت في الفيديو اللي فات، مجرد ما والدته راحت الاسم، الضابط اللي موجود هناك قال لها ابنك انتحر واسكتي وروحي واعملي جنازته وبلاش تقولي اكتر من كده علشان ما يتشرحش ويتبهدل. وكتب التقرير على الأساس ده وده حقه، ولكن حقه عند ربنا مش هيضيع إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله حقه عند ربنا مش هيضيع أبدا أبدا أبدا. ودعواتكم بإذن الله كلنا بقلوب صافية وبقلوب صادقة إن احنا ندعي لكل مظلوم ربنا ينصفه. أشكركم والسلام عليكم.